اخ. شفت بقى ادي السواقه بتاعت الهنود. شفت الراجل ما احترمش يا باشا بشويه اي حد. شايفين البقر قاعد مع الكلاب وبياكل من الزباله والدنيا ايه. اديله ادي الشغله دي عايزه ام خالد يا رجاله. بصوا بقى الجمال. احيه على الادرينالين. احيه يا لهوي. رايحين بقى لاكتر بلد زحمه. متخيلين؟ بصوا الموتوسيكلات يا جماعه، بصوا الموتوسيكلات عامله ازاي. كميه شعب ما بيركبش بس غير موتوسيكلات بس. حرفيا البلد دي يعتبر 20% من سكان العالم. بس خليني اقول لك ادام شفت الشنطه دي فاعرف ان احنا رايحين الهند. السنه اللي فاتت لو تفتكروا ان احنا رحنا الايفنت بتاع موتو سول، ودي خطوه مهمه جدا. الجديد بقى في الرحله دي ان هم عاملين لنا رايد، وفي حد طالع معايا مفاجاه هتشوفوه في الفيديو. تتوقعوا كده مين؟ لو انتوا بتتابعوا بقى على اليوتيوب الفتره اللي فاتت كويس جدا هتعرفوا اكيد مين اللي طالع معايا. طبعا مش عايز اصدمكم ان انا وصلت والهودي الدنيا حر، فالحمد لله العربيه جت. فيلا بقى بينا نبدا. احنا دلوقتي رايحين على الفندق. مين بقى جه معايا الرحله؟ هوبا العب يا هيثم. العب يا وسوس. عامل ايه يا هيثم؟ اهلا بيكم في الهند. اهلا بيكم في الهند. بصوا الدنيا بقى ايه، حر بصراحه. الايفنت هيبدا بكره ان شاء الله، فاحنا بقى النهارده نروح كده ايه نستقنيص وننام، وبكره بقى نبدا لكم اليوم ان شاء الله. في اول حاجه هنطلع رايد الاول بالموتوسيكلات، وبعد كده بقى هنروح موتو سول نفسها الايفنت نفسه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان ايه. انت لسه ما عملتش لايك لا ولا سبسكرايب ولا عمل. يا لهوي. يا صباح الفل. طبعا الساعة دلوقتي عندنا غير عندكم، يعني دلوقتي عندكم في مصر الساعة 2:30 بالليل. احنا دلوقتي عندنا هنا في الهند الساعة 6 الصبح. حضرت حاجتي، الهلمت بتاعتي والجاكيت السيفتي بتاعي، وطبعا التيشيرت بتاع موت سول. ودي تاني مرة بصراحة ابقى موجود في الايفنت بتاع موت سول تبع شركة TVS الهندية، والوكيل الحصري بتاعها في مصر عز العرب. عايز اشكر مستر عمرو وكل التيم. دايما ان هم بيتيحوا الفرصه ان احنا نعمل حاجه جديده. يا صباح الفل على كل الناس اللي بتتابعنا في قناه بتاع موتوسيكلات. النهارده بقى احنا التجربه بصراحه جديده وغريبه في نفس الوقت. ليه؟ احنا النهارده في الهند مع شركه TVS وكيلها في مصر عز العرب. الايفنت ده انا حضرته السنه اللي فاتت زي ما قلت لكم، بس السنه دي الموضوع مختلف شويه. زي ما انتم شايفين كده احنا طالعين بموتوسيكلات، طالعين النهارده رايد الاول قبل ما نطلع على الايفنت بتاع موتو سول. ودي افضل حاجه هتتم لان احنا هنطلع نعمل زي تيست درايف بس لونج رايد. غالبا هنمشي 65 كيلو. هي مش مسافه طبعا ولا حاجه، ولكن هي مسافه طويله ان احنا هنمشيها بكذا ستوب، اكتر من 10 او 15 ستوب هنبدا نمشي بيهم. فدي الحاجه اللي هتبقى بالنسبه لنا فور فان، يعني ان هي حاجه جديده بالنسبه لنا. طبعا النهارده انا بجرب الاباتشي ال 310 الار تي ار، ال 310 الار تي ار اللي هو الستريت فايتر. زي ما انتم شايفين انا قاعد برنس تشيك انجن، يعني انجكشن، فرامل بتاعته EBS، قدامي كل حاجه، الكيلومترات اللي ماشيها، الرينج بتاع البنزين، وكمان التاير بتاع البريشر تاير بتاع العجله اللي قدامي وراني. شايفين بقى التفاصيل. هنا عندك الكتله دي عامله ازاي، تحس ان هي غليظه شويه. هنا مفيش اي حاجه. هنا الستارت والستوب بتاع الكهرباء. هنجرب الموتوسيكل الجميل ده. طبعا ده تبريد ميه، شويه دلع بقى وشويه لعب. الموتوسيكل ده على فكره اللي عايز اقوله لكم ان الموتوسيكل اللي انا راكبه ده شراكه ما بين TVS وBMW. لو مش مصدق الكلام ادخل اعمل سيرش وشوف الموديل ده داخل فيه شراكه ما بين BMW و TVS. فهنا بقى الكواليتي اللي بتتكلم. ايه الرونن ال 250. برضو يا جماعه برضو المصريين ايه عتاوله. هيثم معانا بقى هنا، طالع بقى في الرايد معانا اهو. ايوه بقى يا جماعه الاسكندرانيه بقى يكسروا الدنيا بقى. ايوه بقى اهو اباتشي اللي بقول لكم عليه، نفس الموديل اللي انا راكبه. طبعا لينا حق ان احنا نبدل عادي، يعني هو بيقول لك الموديلات دي كلها براحتكم، يعني عيشوا اللي انتوا عايزينه. في عندكم الرونن
في الاباتشي اللي هو 310 الار تي ار. عندك عايز تركب الريس اللي هو الار ار، نفس الموتور بالظبط بتاع ال 310. عايز تركب الرونين كفكره السكرامبل، اوكي مفيش مشكله. كمان جايبين سكوترات كهرباء لو احنا عايزين نطلع نجربها، مفيش اي مشكله بالنسبه لهم للموضوع ده. عملوا حاجه تيست عشوائي كده على طول، وانت داخل تسجل اسمك في ورقه فبيقول لك افتح بقك، هوب بيضرب على طول في وشك كشاف. ده بيطلع لك ان انت لو شارب اي الكحول ولا لا، لان طبعا ممنوع ان انت تسوق وانت شارب خمور يعني او اي الكحول. فدي نقطة حلوة جدا منهم يعني كشركة تي بي اس، ان هم بيحافظوا على السيفتي. النقطة التانية حتة ان هم السيفتي يا جماعة عندهم رقم 1، مش رقم 2، مش رقم 3، لا رقم 1 سيفتي. زي ما انتم شايفين اهي البقرة، يا لهوي ممكن تخبطنا دي ولا ايه؟ هنا بيحترموا قوي البقر يعني، طبعا انتوا عارفين ان دي ثقافة هنا في الهند يعني. المهم ان احنا هنا فين؟ احنا هنا في جوه. انا شايف من وجهة نظري ان جوه هي منطقة زي عندنا كده، زي الارياف اللي هي بتستمتع الناس بتستمتع بالطبيعة بتاعتها، ولكن هي بالنسبة للناس اللي عايشين في الهند يعني مثلا بنجلور مثلا دي مدينة، فتحس ان هي عادية، عربيات بقى وتكوسة وشوارع ومش عارفة ايه ودنيا، تحس ان هي شبه القاهرة كده، تمام. عكس بقى حتة هنا تحس بالايه، بالطبيعة اكتر، بالخضرة، بالارض الزراعية، بالكلام ده كله. فهي بالنسبة لهم هنا من المناطق المفضلة قوي، او كمان مش من المناطق المفضلة بالنسبة لهم، هي من المناطق اللي فيها احتفالات. يعني عايز تعمل اي فيستيفال بالنسبه لهم مفيش مشكله، تعالى يا باشا وعيش حياتك واعمل اللي انت عايزه. ده الاباتشي الار تي ار، مش الار تي ار بقى، ده الار ار. الار تي ار اللي انا راكبه اللي هو الستريت فايتر، لكن ده الريس ولكن بنفس الموتور. يا جماعه الموتوسيكل ده لو جه مصر اقسم بالله هيكسر الدنيا، مش عشان خاطر انا بحب تي في اس ولا عشان خاطر انا مشجع لمنتج تي في اس، بل بالعكس الكواليتي يا جماعه رهيبه حرفيا. انت متخيل الموتوسيكل عامل اصلا ازاي، شكله عامل ازاي؟ 310 سي برضو الاوبشنز بتاعته جميله جدا. انا طبعا واحد من الناس اللي بقالي داخل في 16 سنه في المجال بتاع السكوترز والموتوسيكلات. جت فتره اشتغلت في مجال الياباني، طبعا مع غلو الاسعار عملت على طول شيفت كارير كده للمجال، بحيث ان انا بحب المجال وفي نفس الوقت ابقى مكمل في حاجه الناس كلها تقدر تشتريها وتركبها. فخليني اقول لك ان الفتره اللي فاتت دي الحمد لله حققت نجاح في السوق المصري، والحمد لله الواحد بيفتخر دايما ان في ناس وراه زيكم بتدعموه، وناس دايما بتبقى في ظهره، ثقه الناس فيا بيلعبوا كوره، وثقه الناس بصراحه فيا في اي رايد يعني عموما، عشان انتوا عارفين ان انا سي او لشركه اي رايد، فده ريليتد لده يعني. ولكن خليني اقول لك ان عز العرب اسم كبير في السوق، مش في الموتوسيكلات، في السوق. ركز تحت كلمة في السوق مش في الموتوسيكلات. ليه؟ لان هو يمتلك علامات تجارية كتيرة جدا وقوية جدا جدا لموتوسيكلات لعربيات قصدي كاد يكون ان هي من العربيات الغالية في مصر. ودي حاجة تأكد لك ان الشركة دي او عز العرب بيهتم قوي 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 بحتة الكواليتي. بصوا شايفين عادي طبيعي، ده طبيعي هنا، ما ينفعش تقرب منهم وما ينفعش تعمل لهم حاجه، هم يا باشا بيعيشوا زيك زيهم وكل حاجه. ثقافه. عز العرب اسم كبير، غالبا كان لسه واخد في مصر توكيل فراري خلاص، فهو ليه تارجت سيجمنتيشن معين، فئه معينه. طيب استفيد ايه من الكلام ده يا عم اسامه؟ يعني ايه الفكره ان انت تقول لي ان هو ليه فئه معينه وبيستهدف ناس معينه؟ ما هو ده بقى اللي انا جاي لك فيه. اللي جاي لك فيه ان الفكر دايما الشركات، يعني انا واحد مثلا من الناس اللي هو ايه، انا صغير خالص، انا فسفوسه يعني في السوق ولا حاجه، بس خليني اقول لك ان انا عندي حرفيا فكر دايما باصص لحته البراندنج، دايما باصص لحته خدمه ما بعد البيع، دايما باصص ان العميل مش بيع وشروه، لا خالص باشا. انت العميل ده معاك من اي تو زد. العميل ده مبدئيا قبل اي حاجه هو لقمه عيشك، هو اكل عيشك.
فانت لازم تحترمه، لازم تقدره، لازم كل حاجه تبقى باحترام، لازم تديله الثقه المتبادله اللي هو جه واشترى وقدرك في المنتج بتاعك وكسبك في المنتج بتاعك عشان خاطر حضرتك تبقى براند وعشان حضرتك تبقى نجم في السوق يعني. فالعميل ليه حق عليك زي ما انت بتدور على المصلحه، انا بدور كمان على المصلحه للعميل. فهنا بقى النقطه اللي بنختلف عنها وهي حته البراندنج وحته التشغيل بتاع السوق. خلاص خليني اقول لك انا معترف ان تي في اس يعتبر من الموتوسيكلات، لو احنا هنيجي نقول ان هي بدات بموتوسيكل شعبي وهو الاتش ال اكس اللي هو ال 150. تمام. نزل بقى في الاول العادي وبعد كده نزلوه بقى باكم وبعد كده نزلوا واحده واحده الاف اللي هو الشكل الفانوس اللي من قدام جديد وعداد شويه نص كده ونص كده، شويه اختلافات في التانك يعني. ما علينا من كل التفاصيل دي كلها، ولكن يعني خليني اقول لك بصفه عامه ان هم كانوا تارجتهم في البدايه خالص فكره الموتوسيكلات الشعبيه. نيجي بقى نقف تحت كلمه الموتوسيكلات الشعبيه. لا يا برنس، هم مش موتوسيكلات شعبيه خالص. ليه بقى؟ لان هو لو جيت اتكلمت على موتوسيكل شعبي، لا فالسوق فيه اشباح وابطال واسعارهم ارخص من تي في اس. بس تي في اس مش هو اصلا فكره ان انا باشا ابقى راجل بتاع شعبي، لا خالص خالص خالص. ودي بقى وجهه النظر اللي انا جاي اصلا اتكلم معاكم فيها، بما ان انا النهارده الرحله طويله شويه. نكمل بقى للحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها، وهي يا شباب حته السوق. والسوق بتاع الموتوسيكلات جاي كمان قوي. ليه؟ لان دلوقتي بقت وسيله تنقل مهمه جدا. كل يوم يعني مواليد جديده، الدنيا بتبقى فيها زحمه. تمام. العربيات خلاص بقت كل عيله النهارده او كل بيت عنده النهارده لا يقل عن عربيتين، فخلاص الدنيا بتقفل. فانت النهارده عشان تنزل تروح مشوار بعربيتك بتقعد وقت ياما قوي 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 قوي. ده غير بقى الركنات، الركنه بفلوس جامده، وغير ان الركنه بفلوس جامده برضو الركنه بقت صعبه. تمام. لكن تعالى بقى يا باشا انت تركب موتوسيكل او سكوتر، باشا البلد وربنا باشا البلد في اي حته وفي اي مكان. وبص اقل من 50 سم يا باشا هتركن والدنيا جميله. بس سيبوكوا بقى دلوقتي، استنوا بس. شايفين الحلاوه؟ شايفين بقى الطبيعه عامله ازاي؟ بصوا المنظر، بصوا المنظر بتاع الحلاوه. هيثم اهو قدام اهو، هيثم اهو قدامي. شايفين البتاع اللي ادالنا هديه اللي هيثم لابسها دي؟ حلوه جدا على فكره. دي بقى اصلا اختراعها، بس احنا كمصريين شغلنا دماغنا عشان تبقوا عارفين يعني. ليه بقى؟ اللي هيثم لابسها دي قدام زي انا لابسها برضو. تمام. دي المفروض شنطه بتلبسها عشان خاطر تحط فيها ميه ساقعه، عشان الدنيا لما تبقى حر تحط الخرطوم او الشاليمو في بقك وتشرب، ويبقى انت باشا بتشرب ميه عشان طبعا هنا الدنيا حر. بص برضو الحلاوه بتاعت الميه زي المراكب القديمه. فبيقول لك ايه يا باشا؟ يقول لك حط الميه الساقعه واشرب من الشاليمو والكلام ده كله. احنا بقى عشان خاطر مصريين وجامدين بقى يا باشا عملنا ايه؟ الحل السحري. شلنا حاجه الميه وحطينا حاجتنا والكاميرات بتاعتنا والمحافظ وكل حاجه في الشنطه الصغيره الجميله دي، وبقت شبه الفيست وشكلها شيك جدا جدا جدا، وبقت ماشيه مع الجاكيت، وفي نفس الوقت خفيفه على الظهر، وفي نفس الوقت يا باشا عايز تروح في اي حته شنطه ظهر في كلمه الا كلمه، من غير بقى ما تاخد شنطه كبيره. يعني انا والله كنت جايب معايا شنطتين، شنطه كبيره وشنطه تانية ايه الكروس اللي بلبسها دي على طول بحط فيها الباسبور وحاجتي والكاميرا والشاحن والكلام ده كله. والله العظيم شالت كل حاجه. اقول لك على حاجه، انا ورا كمان شايل ازازه ميه. فلا حلوه كاختراع وكفكره حلوه. وهنا طبعا هم بيستخدموا الحاجه يعني. الخوف بقى منين؟ من الفيول دي. مشكله انا بقول لهم يا جماعه دلوقتي خلي بالكم التانك عندي هيفضى. راح الراجل بص على الرينج قال لي لا 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 احنا اقل من ال 60 كيلو هنكون وصلنا. الله، لو انت لازم تسيبوا لي يعني لغايه ما يفصل. ماشيين قوي بالافريج يعني، دقيق قوي الموضوع، دقيق يعني. طبعا الفتره الجايه هتنتشر في السوق المصري بشكل كبير وهيحصل تنويع. التنويع ده ليه اسباب
وليه اضرار وليه نجاحات. خلاص، التنويع حلو عشان السوق دايما بيبقى فيه فرايتي، فتعرف يا باشا تعيش حياتك وتعرف ان انت تختار من ما بين موديلات، والتنافس ما بين الشركات هيبقى ايه، فل الفل وعالي العالي. خلاص، الكثرة الموديلات لازم تجد قدامها او لازم تحط قدامها ايه، تحط قدامها وجود قطع غيار وتوفير قطع غيار، عشان ده ما يعملش ذعر للمستهلك، ما يعملش فجعة للمستهلك. بشتري حاجة ومش لاقي لها قطع غيار، بشتري حاجة بالذات الاسكوترات ان هي فبر. عارف لو موتوسيكل عادي لا شغال عادي، الموتوسيكل كده كده بيبقى كلهم اسطمبات واحدة، الكاوتش الجنوط واحدة مثلا، الجنوط مقاساتها واحدة، المساعدين تعرف تركب مساعدين تانيين، حاجات ستاندر يعني، فاهم؟ عكس الاسكوترات شويه، الاسكوتر بيبقى رخم شويه لان فبر وديزاين وكليبسات وبتاع، فما فيش، فلو باظ منك مره هتلحمه، المره الثانيه هترقعه، وبعدين بقى في ناس ما بتحبش تمشي اصلا غير بايه، بالحاجه سليمه يعني. فاهم حاجه في حته التشكيله والتنويعه، زي ما بقول لكم ان هي ممكن تبقى مفيده زي ما هي تكون مضره. ليه؟ لان انت لما تبقى مضره على حضرتك، مش على حضرتك، على المستهلك اللي بيستخدم الموتوسيكل او السكوتر، ان هو عنده موديلات كتير والقطع الغيار بسببها ممكن تقل. ليه؟ لان دايما الوكيل بيركز على المنتج اللي شغال اكتر. طيب غالبا هم بدأوا كده يصحوا من النوم. على فكرة احنا اتحركنا الصبح، كانت الساعة كام يا ربي؟ كانت الساعة، انا نازل من الأوضة الساعة 6 الصبح، وعبال ما اتحركنا كانت 6:30. فدلوقتي دلوقتي الساعة 8، يعني هنا الساعة دلوقتي الساعة دلوقتي 8. هي كده الساعة عدلت المفروض كده، عشان احنا لقطت، فكده الساعة دلوقتي 8، يعني بقى لنا ساعتين. فكده بقى الساعة 8 هنا يبدأوا الناس بقى دلوقتي يبذلوا ايه، اشغالهم بقى، فتلاقوا الدنيا بدأت ايه، تبقى زحمة يعني. النهارده احنا الخميس، معرفش بقى الويك اند عندهم هنا بيبقى الدنيا برضو عامله ازاي. واخدين بالكم من حاجه ولا مش واخدين بالكم من حاجه؟ ان انا لابس جوانتي تي في اس سيفتي. تعرفوا ان شركه تي في اس، والله العظيم، شفت بقى ادي يا عم ايه، ادي السواقه بتاعت الهنود. شفت الراجل ما احترمش يا باشا بشويه اي حد، دخل على طول، وبص ان شاء الله تولعه، بص انسى، بص عدى ولا فارق معاه حاجه. حتى بتاع العربيه سوزوكي ده نفس الكلام، ما احترمش الشقاوه. بس طبعا على مين؟ انت عارف بقى الكهراوي بقى ولا المصراوي بقى ولا الاسكندراني بقى، بص شبح، ولا يفرق معانا احنا الكلام ده برضو، ما احنا معلمين في السواقه برضو، لو هم جامدين فاحنا جامدين. ما حدش يستقل والله العظيم 3 بينا في السواقه، احنا كمصريين لا فهمانين طبعا. هم طبعا هنا برضو هم صيع، لان هم عندهم زي ما انتم شايفين الطريق اللي جاي ده هاي، يعني طريق، بص بتاع العربيه ده بيجري، بص، وهو ما بينه اصلا شايف الحارتين عاملين ازاي، شايفين دي حاره قد ايه ودي حاره قد ايه، وناس ماشيه في الطريق، وبقر ماشي في الطريق، وكلاب طالعه من الطريق. ايه يا جدعان في ايه؟ عايز بقى اقول حاجه للناس اللي كانت بتقول لي ايه الهند ريحتهم، والله لا، انا لغايه دلوقتي ما شميتش حاجه، دي تاني مره بكون فيها موجود في الهند، ما شميتش الروايح اللي هي البشعه يعني، بصراحه ربنا يعني. بالنسبه للاكل فانا مش هبقى بضحك عليكم يعني، انا كده باكل في الفندق وباكل الحاجات الايه الحلال، وشكرا على كده. فبالنسبه لي ايه، مش فارقه معايا يعني اكل الشارع، فاللي انتم بتشوفوه على الفيسبوك ده بيبقى فعلا اكل الشوارع يعني. فكره بقى في ايه، فكره ان البنزين قدامي اوكي البنزين قدامي اهو، نور اللمبه نورت، فده انديكيتور مش حلو، الانديكيتور نفسه مش كويس، بس هنشوف، يا رب يوصلنا للمكان اللي هم فيه خلاص. احنا بقى في حاجه حلوه ممكن نجربوها او نعملوها، تمام، ان هم ممكن واحنا راجعين يعني احنا نقف في كذا ستوب، نقدر ان احنا نبدل الموتوسيكلات ما بيننا وبين بعض. يعني مثلا انا عايز اسوق الرونن، ممكن اجرب الرونن وانا ماشي دلوقتي، ادي لحد الموتوسيكل اللي معايا ده الار تي ار ال 310 واخد مكانه 250 الرونن، وغالبا ده اللي انا هعمله يعني. وفي سكوترات كهرباء يعني، بس انا مش يعني
انا مش من الناس اللي هي يعني طالعه وعايزه تسوق رايد وعايزه تحس بقى بالادرينالين بقى بالمتعه بتاعت السواقه وبالشفتات اول وتاني وتالت. بصوا بقى، بصوا الطبيعه، الله. ندور بقى الموتوسيكل ونطلع دلوقتي. غالبا هنروح نفطر وبعد كده نطلع على الموتو سول. زي ما شفتوا بقى كده ايه، شربنا الكوكونات، طعمه مش حلو قوي بصراحه يعني. الصراحه يعني طبعا هو طبيعي يعني. وانا نسيت خالص شوف الجوانتي كان قدامي وانا حاسس في حاجه غلط. كويس ان انا مشيتش ايه ووقع مني. شايفين السكوتر ده؟ كويس ان هو جه قدامي. ده الاي كيوب اللي صورته السنه اللي فاتت. سكوتر كهرباء مشهور جدا عندهم هنا، والكواليتي بتاعته طبعا جميله يعني. السكوتر ده في منه اسمه اي كيوب اس تي، تمام، اللي هو بيمشي مسافه 140 كيلو على الشحنه الواحده. وطبعا هنا مرخص عادي وكل حاجه تمام يعني. حجمه حلو، الستايل بتاعته حلو. لو تفتكروا كنت قلت لكم السنه اللي فاتت ان هو والله العظيم ده كان بجد يعني، تمام. تقدر ترفع صوره الرخصه بتاعتك على السكوتر نفسه، تحط الانفورميشنز نفسها وصوره وكل حاجه وتنزل على السكوتر، بحيث ان انت بدل ما تبقى ماشي بيها لو في اي ظابط وقفك او اي حاجه بتروح موري له، تفتح في الداشبورد او في السكرين اللي قدامك دي. فهي كانت فكره لذيذه جدا يعني، اوبشن يعني تقدر تختار من جوه ان انت تقدر تختار الموضوع ده ظابط اهو. ده كده ظابط، خدت بالكم؟ وعلى فكره غالبا راكب تي في اس ان تورك. بصوا بقى الطبيعه بقى العاديه. بص اهو، ده ظابط اهو زي ما انتم شايفين. لا ده مش تي في اس، السكوتر ده مش تي في اس. هو تحسه ظابط وتحسه ظابط جيش، مش فاهم ليه المموه بتاعهم غريب يعني شويه. غالبا بقى هو لقانا طالعين رايد فقال لك ايه، امشي مع الناس دي. بصوا بقى يا جماعه الطبيعه، بصوا شايفين الشجر عامل ازاي اصلا، شايفين المنظر، والبيوت جميله يعني. تخيل انت قاعد في البيت، بص دنيا قشطه بالنسبه لك والله العظيم، قاعد منك للطبيعه. هم عندهم بس ايه، قله نظافه شويه يعني، ايه قله نظافه او عدم تنظيم، اللي هو اي حاجه على اي حاجه. ده الاي كيوب، بصوا السكرين بتاعته عامله ازاي اصلا، حجمها كبير جدا، حجمها كبير. ده ايه العربيه دي؟ بصوا الدنيا بقى ايه، بدات تزحم. شايفين الدنيا بقت زحمه ازاي، والناس بقى واقفه في الشوارع، والاتوبيسات عندهم الاتوبيسات كبيره بالستايل بتاع زمان. بصوا الاتوبيس عامل ازاي، الحجم بتاعه والديزاين وبتاعه ومش عارفه ايه. دول رايحين المدرسه. ده سوبر ماركت، الو، ده سوبر ماركت اه. ايه رايكم في الاداء بتاع الاباتشي؟ انا مبسوط، انا مرتاح. الحاجه الوحيده اللي مخوفاني بس الحوار بتاع البنزين. بصوا شايفين البقر قاعد مع الكلاب وبياكل من الزباله، والدنيا ايه، اديله ادي الشغله دي عايزه ام خالد يا رجاله. لا والله العظيم الموتوسيكل الاكسلريشن بتاعه سريع جدا، ماسك نفسه. بص بقى احنا حاسين ان احنا دلوقتي دخلنا في الزحمه. هل الواحد يجرب؟ ايه رايكم؟ المفروض انا عايز انزل اخد من حد موتوسيكل، عايز اخد الرونن بصراحه، عايز اجرب الرونن. ولا ايه رايك نبدل نشوف حد ناخد منه الموتوسيكل السكوتر ده الاي كيوب، نجربه لفتره طويله. بصوا بقى خطر بقى، بصوا بقى الخطر نفسه بقى. من هنا الشوارع رايح جاي، بصوا المنظر شايفين. والواحد بقى ايه، عشان ياخد الريسك ده ملوش لازمه، هو مش في مصر يعني، عشان يبقى حافظ حته السواقه عندهم. بس واخدين بالكم الستايلات بتاعت الاتوبيسات كلها عامله ازاي؟ والله ده خلي بالكم يدي انديكيتور لحاجه يعني، ان
ان الاتوبيسات دي ابن اللذينه قفل عليا التاني، قال لي تعالى ورايا، قلت له لا. بص البقره وربنا هتنطح لو شافوني هيجوا. بص ايوه السلام عليكم. الله شايفين بقى اللي انا بكلمكم فيه؟ الطريق رايح جاي. وعلى فكره هنا عندهم هم اليمين شمال، عندهم اليمين شمال. يعني انا لما جيت ادخل اخدت بالكم انا دخلت الناحيه دي لان احنا عندنا ده اليمين وده الشمال، هم عندهم العكس. انا ماشي طوالي ابقى ماشي الناحيه دي، هو ماشي الناحيه الثانيه يبقى ماشي عكسي. بصوا بقى الجمال. احيه احيه على الادرينالين، احيه يا لهوي، احيه على الحلاوه. البنزين ممكن يخلص مني اقسم بالله. شويه انبساط غير طبيعي بالقعده بتاعه الموتوسيكل والمشي بتاع الموتوسيكل اصلا والسواقه نفسها. ممكن تبقى اقول لكم على حوار العربيات والموتوسيكلات. شايفين النقل والحاجات دي قديمه يعني، فما حدش يجي يقول لي لا هي قديمه ازاي. ده معنى كده ان هم الكواليتي بتاعتهم يا جماعه معمره، ان هم بيستخدموا العربيات والاتوبيسات وكل الكلام ده لحد دلوقتي وزي ما انتم شايفين في البلد اهو. فمعنى كده ان هو الحاجه معمره بتاعته. الاتوبيسات والعربيات دي معمره بتعيش. بصوا بقى، تحس بقى ان انت هنا دخلت. بص شايفين الجبال كلها؟ شايف كل الجبال كلها خضره، كلها خضره، طبيعه. دي الطبيعه بقى، دي بقى الطبيعه بقى. والناس اللي عايزه بقى تعيش في الطبيعه ابقى عايش ما بين الموتوسيكلات، ما بين معلش، ما بعيش ما بين اوعى الكلب، ما بين الخضره بقى والجمال ده. والله الله. عماله تقول لي لو فيول لو فيول والدنيا خربانه. ربنا يستر. انا لغايه دلوقتي بصراحه ربنا لغايه دلوقتي ما حسيتش ان الرايد رخم او طويل او ان الدنيا مثلا فيه مش افضل حاجه، بل بالعكس انا شايف ان هو ممتع جدا. وحته بصوا المناظر الطبيعيه دي شكلها طبعا خطير يعني. فمدياك اصلا اللي هو ايه صباح الخير، مع ان انا اصلا ما لحقتش انام والله ما اعرفش ليه. طبعا انتوا عارفين اي حد بيجي، احنا فرق التوقيت ما بيننا وما بين مصر غالبا 3 ساعات 3 ساعات ونص. فللاسف امبارح انا دخلت نمت كانت الساعه مثلا نقولوا الساعه 10 الصبح 10 بالليل قصدي. المفروض كنا نصحى الساعه 5 قبل ما قمت اصلي وبتاع واشرب نسكافيه وبتاع وكده. قمت الساعه 3 ونص 3 ونص في الهند. ده يعتبر في مصر يعتبر في مصر قد ايه؟ يعتبر غالبا الساعة واحدة بالليل مثلا. فللأسف الساعة كانت 3 ونص ومعرفتش ان انا يعني ايه افضل صاحي. ففضلت قاعد بقى كده على السرير للأسف يعني. فعشان كده اليوم النهاردة معايا بادئ بدري. فانا مجرد ما اخلص بصراحة الايفنت ونتغدى هروح انام. بصوا شايفين اللي حصل؟ بس شايفين اليوتيوبر اللي قدام ده راجل محترم بيقول لي يعني الكاميرا بتاعتك بصوا شايفين الوضع بتاعها، بيقول لي ارفعها لفوق عشان خاطر تجيب الفيو لكل الناس يعني. للاسف بس هو طبعا يعني انا عشان الهلمت بتاعتي ما فيهاش الجو برو اللي هي تتحط هنا دي. هي طبعا لو كانت اتحط هنا كانت هتبقى تجيب رؤيه احلى بكتير للاسف يعني. فعلى قد ما اقدر عرفت ان انا ايه اركب الفيست واحطها فيه بحيث ان هي تقدر تجيب يعني فيو كويس يعني ان شاء الله. وتقدروا ان انتوا برضه تبقوا شفتوا حاجه جديده يعني، او حاولت ان انا لكم فلوج بشكل كويس. مشكله الناس هنا بتجري يا جماعه جري غريب والله يعني بيدوسوا. بص شايفين اصلا الحاره قد ايه؟ الحاره قد ايه ما بين دي وما بين دي، والناس بتجري جري غريب. شفت البقره اللي كانت معديه من جنب دي شويه؟ حط لها طوق حلو كده شكلها متعززها يعني دي بقره المنطقه فمظبطينها ومأكلينها. ثقافه. واخدين بالكم كميه الموتوسيكلات والسكوترات اللي احنا ماشيين لاقيينها في اليمين والشمال قد ايه؟ بالهبل. عايز اقول لك بقى على حاجه والله العظيم 3. الموتوسيكل ده من ساعه ما انا ركبته وانا مش حاسس باي سخونيه خالص خالص خالص.